ليلى كانت أجمل واحدة في الدنيا، فستانها الأبيض ووشها منور كأن ضوء القمر. كل الناس كانوا بيبصوا لها بدهشة، لدرجة إن واحدة ست كبيرة وقفت وقالت بصوت غريب: الوش ده منور بزيادة عن اللزوم، النور الزيادة ده ما بيكملش يا ابني. الناس سكتت لحظة بس محدش اهتم، قالوا دي أكيد ست كبيرة وبتخرف بالكلام. لكن الجملة دي كانت نبوءة للي هيحصل بعد الفرح. محدش فهمها غير بعدين. بعد الفرح بيومين ليلى بدأت تحس بتعب غريب، وجع في جسمها ودوخة وبرودة بتمشي في جسمها كله كأنها واقفة في تلج. جوزها خاف ووداها للدكتور، لكن الدكاترة قالوا كل التحاليل سليمة، مفيش أي حاجة عندها. لكن حالتها كانت بتسوء بسرعة، بدأ نفسها يقل، عينيها بدأت تغمض ببطء وإيديها بتبرد أكتر. وبعد ساعات قليلة قال الدكتور الكلمة اللي كسرت قلوب الكل: البقاء لله، العروسة ماتت. الصراخات ملت البيت، الأم وقعت على الأرض والعريس صرخ بصوت يوجع القلب. الكل كان في حال صدمة، إزاي تموت بعد يومين من الفرح وفي نفس اليوم اتعمل الدفن؟ حطوا ليلى في الكفن الأبيض اللي كان شبه الفستان، وشافها جوزها آخر مرة وقال لها: استنيني يا ليلى، استنيني في الجنة. نزلوا الجثة في القبر وقروا الفاتحة عليها وسابوها هناك لوحدها. الليل دخل والبلد كلها نامت، لكن الحارس اللي بيحرس المقابر سمع حاجة غريبة، صوت خفيف كأنه حد بينادي من بعيد وبتقول: ساعدوني، أنا هنا، افتحولي. الراجل اتجمد مكانه، افتكر انه بيتخيل، لكن الصوت اتكرر تاني اوضح من المرة الاولى. جري بسرعة ينادي الناس، لكن محدش صدقه. قالوا له اكيد الريح ولا صوت قط. وفي الصبح تاني يوم لما راحوا يزوروا القبر لقوا التراب فوق القبر كأن حد كان بيحاول يخرج منه، ولما فتحوا المنظر كان مرعب. ليلى كانت متشقلبة الناحية التانية وايديها غارزة في التراب ووشها مشوه من الخوف والاختناق، كأنها فضلت تصرخ وتخبط على جدار القبر لحد ما ماتت فعلا. الناس صرخوا والستات اغمى عليهم والعريس وقع من طوله. الكل أدرك الحقيقة المرعبة، إن ليلى ما كانتش ميتة لما دفنوها، ودفنوها تاني. لكن من يوم ده البلد ما بقتش زي الأول. كل ليلة في نفس الوقت اللي اتدفنت فيه الكلاب كانت بتعيط، والنسمة كانت بتلف حوالين المقابر كأن فيه همس. الناس قالت إنهم بيشوفوا نور أبيض خفيف طالع من ناحية المقابر. وفي بيتها جوزها بدأ يسمع صوتها بتنادي عليه بالليل وبتقول له: ليه يا محمود سبتني؟ ليه دفنتوني؟ كل ما يحاول ينام كان يحلم بيها، ونفس المشهد ونفس الكلام. ليلى جوه القبر بتخبط على الحيطان وبتصرخ، وبيصحى مفزوع. وفي يوم بعد مرور أسبوعين الجيران شافوا حاجة هزت البلد كلها. واحدة شافت بنت ماشية في آخر الشارع لابسة فستان أبيض وشعرها سايب ووشها شاحب زي الميتين. كانت ماشية ناحية بيت محمود. لما نادت عليها البنت وقفت وبصت لها، وكانت هي فعلا ليلى. الجارة صرخت وكل الناس خرجت، لكن لما وصلوا ما كانش فيه حد، بس لقوا على الأرض أثر لرجلين وكأنها كانت دايسة في طين، رايحين ناحية باب بيت محمود. ومن اليوم ده البيت بقى مسكون.